السلام عليكم. كتير مننا بيحس بالهبوط والدوخة والخمول، فبيجري بسرعة على الصيدلية يشتري المالتي فيتامين ظنا منه ان هو ده اللي هيديله القوة، وبالذات الناس اللي بتعمل دايت متخيلة ان دوت اللي هيعوض اي نقص عندها. ده غلط، الكلام ده مش صحيح. انا جاي اصحح المفهوم ده واقول لكم ان المالتي فيتامين في بعض الحالات بيبقى عبارة عن ان انا برمي فلوسي في الارض لكذا سبب. اولهم ان المفروض اعرف سبب الخمول او الهبوط او الضعف العام اللي بيبقى موجود عندي. ممكن يكون نقص فيتامينات، نقص معادن، لاي سبب كان، فانا بتارجت ان انا ادي الجرعه العلاجيه للنقص اللي عندي. يعني مثلا انا عندي فيتامين دي ديفيشنسي او نقص فيتامين دي، فباخد الجرعه العلاجيه لفيتامين دي اللي اكيد مش موجوده بنفس الجرعه في المالتي فيتامين. يعني الجرعه العلاجيه لعلاج فيتامين دي ديفيشنسي 10000 وحده في اليوم. الجرعه اللي موجوده في فيتامين دي في اي مالتي فيتامين ما بتتعداش 200 وحده. دي اول سبب. تاني سبب ان المالتي فيتامين فيه فيتامينز كتيره وفيه معادن كتيره، في بعض المعادن بيتضارب شغلها مع بعض، يعني زي الكالسيوم وزي الحديد، الاتنين ما بينسجموش مع بعض، في واحد بيضرب التاني ببساطه كده. فحسب جرعه كل واحد، يعني لو الكالسيوم جرعته اعلى من الحديد هو اللي هينتصر، والعكس صحيح. يبقى اذا انا ما بستفدش بكل اللي موجود في المالتي فيتامين. تالت حاجه ان انا لو ما عنديش نقص في اي فيتامين او اي معدن مش هستفيد بيه. يعني انا لو انا ما عنديش انيميا اكيد مش هستفيد من الحديد اللي موجود في المالتي فيتامين، فكانه بيترمى على الارض. طب ايه الصح؟ الصح نمره واحد هو النظام الغذائي المتوازن اللي مليء بالعناصر الغذائيه، هو ده الاساس وهو ده المهم. نمره اتنين، لو عندي نقص في اي فيتامين او اي معدن هاخد الجرعه العلاجيه المناسبه له، المناسبه لحالتي، المناسبه لسني، المناسبه للتحليل بتاعي. بكده انا هعالج السبب، وبكده مش هضيع فلوسي على الارض. وان شاء الله اشوفكم دايما على خير وصحه وسعاده. باي باي والسلام عليكم.